فيلمنا بيبدأ بسنة 1274، وفي السنة دي بالتحديد بيكون في شخص اسمه قبلاي خان بيحاول انه يغزو اليابان عرفت الخبر ده وبعت له مجموعة من الساموراء عشان يحاربوا قبلاي خان ويدمروه. في اثار شديد جدا خلص على كل اللي موجود، حتى ما دمرش الاسطول بتاع قبلاي خان وبس، لا ده دمر الاسطول بتاع الساموراي كمان وماتوا كلهم في الاعصار. ما فضلش منهم الا واحد كان اسمه ريكو، وبيفوق ريكو مش بيلاقي اي حد جنبه، وقتها بيفهم ان هو الناجي الوحيد وبالصدم ان في خشبه دخلت في رجله وبيحس بالدم رهيب بسبب الخشبه دي. بس بالرغم ان هو قاعد لوحده بيبقى عنده شجاعه وقوه وبيقرر ان هو ما يستسلمش للقلق وبيخرج الخشبه، وفجاه بيشوف طفل مرمي على الارض فبيستغرب جدا من وجود الطفل ده في المكان ده بالذات. بالرغم من الالم اللي هو حاسس بيه لكنه بيزحف عشان يشوف اذا كان الطفل ده عايش ولا ميت، ولكن بمجرد اللي هو ما بيقرب عليه بيشوف ان الطفل قام وطلع يجري، وكان بيفتكر الموضوع دوت تهيؤات اصلا عنده بسبب الوجع وكده، لان مش طبيعي طفل يبقى مرمي على الارض ومره واحده يقوم ويجري بالشكل ده. المهم ان هو بيجمع كل قوته وبيشد الخشبه من رجله، وبعدها على طول بيقطع قماشه وبيربطها برجله عشان يوقف النزيف ويقوم من مكانه، وهو بيدوس على رجله بصعوبه وبيمشي في المكان وهو بيتمنى يلاقي اي طريقه يرجع بيها لبلده، لكن بنلاقي الدنيا بتمطر عليه وبيروح يستخبى في الكهف ده بعيد عن المطره. وهناك بنشوف الطفل اللي هو شافه قبل كده هو قاعد قدامه وفجاه بيهرب تاني وبيطلع يجري، وهنا بيبقى بيحس انه هيتجنن خلاص وعاوز يعرف حكايه الطفل ده ايه وهو مين وايه اللي وراه وليه كل ما يظهر يختفي بالشكل المرعب ده، وبيروح ورا الطفل وكل ما يقرب له يبعد عنه، لكن مش بيستسلم وبيفضل ماشي وراه وبيستمر في المضارده الوقت مش قليل. لكن فجاه الطفل بيختفي تماما من هنا ويبقى ريكو رجع واحد تاني، وبيبقى الموضوع صعب عليه وخلاص ما بقاش فاهم حاجه، يا ترى في بجد طفل وبيلعب معايا ولا اصلا دي كلها هلوسه؟ وفي اثناء وهو ماشي على الجزيره بيلاقي رساله مكتوبه على الارض، تبقى الرساله دي تحذير من قراصنه الساموراي اللي هو اصلا واحد منهم. مش بيهتم ريكو بالرساله، بيفضل ماشي على الجزيره ويبحث عن الطفل، وفجاه بيلاقي الطفل مع واحد تاني وقاعدين مع بعض على جذع الشجره، وبيقول هي كانت ناقصه واحد عشان التاني يطلعوا. وهنا بقى ريكو بيتاكد ان هو ما كانش بيهلوس وفعلا الطفل موجود. بس السؤال هنا الطفل ده يعمل ايه على الجزيره؟ وهل لوحده ولا اصلا في سكان على الجزيره دي؟ الاسئله دي كلها كانت بتدور في راس البطل بتاعنا، وبيحس ساعتها انه هيتجنن خلاص ويعرف الاجابه، وبيحاول يركز مع كلام الولدين عشان يفهم ما بيقولوا ايه لبعض. وريكو بيرجع تاني يحس ان دي كلها اصلا هلوسه، وبعدين اصلا العيال اللي قدامه دوت شبه ولاده جدا، وحتى الطريقه اللي كانوا بيلعبوا بيها نفس طريقه ولاده. وفي تاني يوم بيشوف ريكو بيفوق من النوم بعد ما قضى ليله كامله في الجزيره، بمجرد ما بيفوق بيشوف مراته قدامه والالم اللي في رجله بيزيد وخلاص ما بقاش فاهم حاجه وسط حاله الياس اللي هو فيها، وبيحاول ما يستسلمش وبيمشي في الجزيره وبيدور على اي شعاع امل يفهم ايه اللي بيحصل معاه، لكنه فجاه بيقلبس تاني. وهنا بقى بينهار وبيحس ان وجوده على الجزيره هيخليه يعاني وقريب جدا هيتجنن. وفي لحظه ياس ريكو بيقرر اللي هو ينهي عن حياته وخلاص ما بقاش ليه لازمه، لكن على اخر لحظه بيقول لنفسه فوق يا ريكو، الساموراي ما ينفعش يبقى ضعيف. وبالرغم من حالته اليأس اللي هو فيها بيدي لنفسه جرأة امل وبيقرر انه لا لسه بدري على الاستسلام ولازم ان هو يحاول الاول ويعمل اللي عليه لاخر لحظه. وبيجمع الخشب عشان يبني لنفسه مكان يقعد فيه على الجزيره ديت عما يبقى يلاقي طريقه للرجوع او يمكن السفينه تعدي عليه وتنقذه. وبتمر الايام دي قوي على قلب ريكو وكل حاجه بتبقى صعبه جدا، ما هو برضه عايش لوحده المفروض يعمل ايه يعني، وبنشوف ان حياته ممله جدا ومتعبه. بس بالرغم من كل ده ريكو بيحاول يلم لنفسه شويه طاقه ايجابيه ويستمر في جمع الاخشاب من على الجزيره وسط الزعل اللي كان ريكو عايش فيه. بيبقى في حاجه واحده كويسه وان هي جرح ريكو بدا يلم، ومع مرور الايام وخلاص مبقاش عمال يتألم زي الاول ويبقى قادر يتحرك بسهوله برغم من وجود الجرح لسه. وفي يوم من الايام ريكو بيبقى قاعد يستريح من التعب اللي حاسس بيه بسبب جمع الخشب اللي كل يوم بيجمعه، وفجاه بيشوف حيوان مفترس بيقرب عليه فبيقول ايه اللي جاب الحيوان ده هنا؟ يعني صراحه يا صديقي انا ما اعرفش الحيوان ده نوعه ايه، فانت لو عارف قول لي تحت في الكومنتات عشان لغايه الان ما عرفتوش. والمهم بنرجع تاني وبيقول هو ده تمساح ولا عامل نفس السحليه ولا ايه حكايته بالظبط؟ وريكو ساعتها بيكون خايف جدا من شكل الحيوان المخيف ده، وخصوصا ان هو مش عارف يحدد نوعه وما يعرفش مدى خطورته، وعشان كده بيقرر ان هو مش هيدخل معاه في معركه وبيقدم له السلام بكل هدوء. فالحيوان بيقرب وبيحس ان ريكو في اللي مكفيه وبيمشي وبيسيبه وبيبص عليه وهو ماشي وبيقول اخيرا دمه ينزح من على قلبي، وبيغير المكان اللي هو كان قاعد فيه بيفضل يدور على مكان جديد اللي هو يقعد فيه، لكنه اما القرف اللي هو عايش فيه يكون شخص رومانسي جدا يفضل يفتكر ايامه مع مراته، بمجرد التفكير في مراته بيديله امل في الحياه، وبيقرر ان هو لازم يفضل ويشجع نفسه عشان ما يستسلمش. وبعد كده بيكمل جمع الاخشاب وبيدور في الارض باتقان عشان يعني ما يتحركش وكده، وبيتاكد انهم متثبتين كويس. لكن مع مرور الايام الطاقه اللي عنده بدات تخلص، والشخص اللي كان طول الوقت بيدي لنفسه امل بيحس انه خلاص
ما بقاش في امل، وكل اللي كان بيعمله هو انه بيضحك على نفسه طول الوقت، وبيقعد يتكلم مع نفسه لحظه حزن ويأس، وبيقول لنفسه انا خلاص كده جبت اخري، والامل اللي كنت بدور عليه الوقت ما عادش موجود، اعمل ايه طيب؟ وبيقول لنفسه انا احاول اقوم وما استسلمش، لكن المحاوله لوحدها مش كفايه، كان نفسي في بصيص نور يقول لي ان في امل. بس بعد مرور كام يوم اتاكد ان الموت هو نهايته الحتميه اللي مستنياه، وخلاص بقى انا مش هعاني من ده كتير، ودلوقتي ان انا اتقبل مصيري حتى لو كان في اصعب لحظات الاحباط اللي مش عاديه. وبيقرر هنا عن حياته المره ديت مش بيبقى عنده اي نيه ان هو يرجع تاني في قراره، ويخرج سيفه وبيحط على بطنه وبيستعد خلاص اللي يقطع عن نفسه. بس فجاه تحصل عنده حاجه ما كانش متوقعها نهائيا، بيظهر مجموعه من الناس وبيهاجموه، وريكو بسبب الصدمه على طول بنشوف اللي هو فقد الوعي، وبيطلع انه ما كانش لوحده على الجزيره. المهم ان الناس دول بيدمروا الخشب اللي ريكو كان مثبته في الارض وبيشيلوه، وبنشوفوا هم رابطينه عشان يقدروا اللي هم ينقلوه وياخدوه لمكانهم. وبعد وقت مش طويل ريكو بيفوق وبيلاقي نفسه مربوط بالمقلوب في الخشبه ديت، وناس كتير ما يعرفهمش بيتحركوا بيه، وبيشوف كل حاجه بالمقلوب. وهنا بقى بيحس ان هو خلاص هيموت من الرعب، ونفسه يفهم الحوار، وفي اسئله كتير بتدور في دماغه، مين دول وليه هاجموني وعاوزين مني ايه، وازاي كانوا على الجزيره وما حسيتش بيهم. واثناء الاسئله دي بقى بتدور في دماغه الناس بتوصل على مكانهم، وقتها بيتكلم مع الزعيم بتاعهم وبيساله انتوا مين وعاوزين مني ايه. فبيجي لي الزعيم القناع المرعب اللي كان على وشه وبيبص له بنظره مرعبه تخلي الواحد يعمل حمام على نفسه، وبيقول له احنا انقذناك من نفسك، ولولا اللي احنا وصلناك كان زمانك دلوقتي انهيت على حياتك، ودلوقتي كنت في عداد الموتى. فبيقول له طب يا سيدي شكرا، انت بقى عاوز مني ايه دلوقتي وليه خاطفني؟ وهنا بقى ريكو بياخد الصدمه وبيعرف اللي هما من اكل لحوم البشر وخلاص معدوم عليه بالموت، وان الزعيم ما انقذوش عشان مثلا ضد الانتحار ولا عشان جمال عيونه، لا ده انقذه عشان بس ياكله، وايوه زي ما سمعت بالظبط كده عاوز ياكله. وبيبقى ريكو حظه زي الفل يا صديقي، وقع مع مجموعه اكل لحوم البشر ومش بيبقى مستوعب الموقف وبيحاول يكذب الواقع. فيبقى بيبص للزعيم بنظره مرعبه ويقول له مصيرك زي البشر الاغبياء اللي قبلك كلهم، نهايتهم واحده وهي انكم تبقوا جوه معدتي. وبيمشوا ويسيبوه مع الاتنين اللي كانوا خاطفينه ومستنيين الوقت اللي الزعيم هياكلوا فيه. ويقعد ريكو بصدمته بيقول جواه يعني انا كنت عاوز اموت نفسي بس مش من الطريقه ديت يعني. وبيجي الحارس اللي كان بيراقب ريكو وبيحذره انه يفكر اللي هو يهرب بس، وبعدها على طول في واحد تاني بيقرب من ريكو بيديله اكل، وطبعا ريكو بيخاف ياخد الاكل منه وبيرد عليه وبيقول له انت حاطط لي فيه سم، بس الشخص ده بيطمنه بيقول له ان الاكل ما فيهوش سم، وده لان مش من مصلحتهم اللي هو اصلا ياكل حاجه فيها سم، لانه كده كده احنا هناكلك، ولو انت اكلت اكل فيه سم مش هنقدر ناكلك وقتها. وبيتصرف الشخص ده مع ريكو تصرفات غريبه جدا، ومصمم اللي هو يخليه ياكل، ومش بس كده ده كمان بيعالج جروحه، وبعدها بيشكره على سيفه لانه حاد جدا، وبالشكل ده يقدروا يقطعوا الناس اللي هياكلوهم باسرع شكل ممكن وفي وقت قصير كمان. وريكو بيشوف اللي هم بيقطعوا البني ادمين قدامه وبكل دم بارد وبيجهزوه للعشاء وكانهم هيطبخوا فرخه مش بني ادم زيهم. وهنا بقى ريكو بيحس بالاشمئزاز ده مش طبيعي، وبيقول لنفسه لازم اهرب بسرعه قبل ما شويه المجانين دول يعملوا فيا زي ما عملوا في اللي قبلي واللي قبلي. وفي الاثناء ما ريكو كان غرقان في تفكيره ومش عارف يعمل ايه، بيشوف الولدين اللي شافهم قبل كده وبيبقى دي اول مره يشوفهم من فتره طويله، وبيبصوا له الولدين وهم بيضحكوا، لكن المره دي مش بتبقى مجرد هلوسه لان رؤيتهم بيرجع له بصيص من الامل اللي كان خلاص اصلا فقده، وكأن الحياه بتفكره ان في حد يستاهل يعيش الحياه عشانه. والحماس عند ريكو بيطلع ليفل الوحش بسبب تفكيره في اولاده، وبيقرر ان هو مش هيهرب، لا ده كمان هيخلص عليهم ويندمهم على اليوم اللي هم خطفوه فيه. وبيتكلم معاهم بكل ثقه وبيقول لهم معرفش ازاي هعمل كده، بس كل اللي انا واثق فيه ان لما اكون عاوز اعمل حاجه بعملها، وانا هخلص عليكم واحد ورا التاني، ولسه ما قررتش انا هبدا بمين فيكم، بس الاكيد ان هقتلكم كلكم. بيبقى بيتكلم وعينه بتطلع ثقه جباره يا عزيزي، وده معناه اللي هو بيستهزأ بيهم وبيصدم الاتنين اللي قدامه من كلامه، وبيفهموا انهم جايبين مصيبه معاهم، وان ريكو مش مجرد شخص هيتاكل، لا ده يكون اخطر واحد جابوه عشان ياكلوه. بس قبل ما يهجموا عليه بثواني ريكو بيبقى اسرع منهم وهو اللي بيهجم عليهم، وبالرغم ان ايده بتبقى مربوطه لكن بيبقى ساموراي عنيف يعني مفيش كلام، وبيضرب الضربه بيوقعهم على الارض وبيخليهم يترعبوا منه بالرغم من انهم الاحرار وهو المربوط. وفي اثناء الخناقه ريكو بيمسك صخره بيخبطها على دماغ واحد فيهم وبيجيب اجله في لحظه الا لحظه، والشخص التاني بيحاول يهاجم عليه بس ما يعرفش ان احنا معانا وحش عنيف مش شخص عادي، لا وبيطلع ان هو متمكن من القتال بشكل مش طبيعي وبيتحرك بسرعه مش عاديه، وبيلف الحبل حوالين رقبه الواد وبيفضل يربط فيها لما بيخلص عليه خالص. وبنشوفه بعدها هو بيقدر ياخد نفسه وهو حاسس بالسعاده وراحه مش طبيعيه، ويبقى اكتر حاجه مفرحاه هو الاحساس انه انتقم للغلابه من المتوحدين
المتوحشين دول، وبنشوفه هو بيتمنى من جواه ان هو يقدر يخلص عليهم، ووقتها بس سعادته هتكمل. وبعد كده بيفك نفسه وبنلاقي ان الشخص الاولاني اللي هاجم عليه لسه عايش، فبيهاجم عليه مره تانية، بس المره دي بيعذبه عشان يخليه يحس بالالم اللي الضحايا روحهم كانوا بيحسوا بيه. وبعدها بيمشي في المكان الغريب ده وبيلاحظ وجود رسومات غريبة جدا على الجدران، ولحد هنا بيبقى مستوعب الموقف اللي هو فيه. لكن اللي مش بيستوعبه بقى كمية الجماجم اللي بيلاقيها في الطريق، على الجماجم مهولة جدا. وساعتها بيقول ان حصل هنا مجازر كتيرة وان في بشر ابرياء كتير كانوا بيتعذبوا هنا، علشان كده المختلين دول بياكلوا ويشبعوا. بيحس ليكو بألم مش طبيعي وهو بيتفرج على الجماجم دي. احساس الانتقام اللي جواه بيزيد وغضبه بيكتر اكتر واكتر. بيكمل ماشي في الطريق وفجأة بنشوف الصدمة الحقيقية اللي هو شاف قبل كده. دول مش هم بس اكلين لحوم البشر، ده قبيلة كاملة عددهم كبير جدا. وهنا بقى ريكو بيحس بالضياع وبيفكر اللي هو خلاص بيحبط تاني، وبيقول هل اقدر اقف في وش كل دول لوحدي ولا مش هقدر اصلا اهرب منهم؟ وجمجمته هتنضم للجماجم اللي شافها قبل كده. وبيشوف المختلين دول هم واقفين قدام الجثث الاتنين اللي كانوا معاهم وبيستعدوا انهم ياكلوهم، وبيتكلموا عن الجرائم اللي هم عملوها وبيمجدوا فيها وكانهم ابطال، وبيحتفلوا بالزعيم بتاعهم. وبقى في الزعيم بكل دم بارد وسطهم وبيوعدهم انه هيبقى دايما الداعم الاول ليهم، مش هيخليهم محتاجين اي نوتة دم. ودي معناه ان هو هيجيب لهم ناس اكتر واكتر عشان ياكلوهم. والمنظر ده بيحرق دم صاحبنا وانا اكتر والله. والزعيم بيفضل يمجد في نفسه، ومجموعة المختلين دول مبسوطين جدا من كلامه وبيتمنى ريكو انه يروح يقتلهم. لكن العقل والمنطق بيقول ان هو مش هيقدر عليهم لوحده، وعشان كده ما بيرضاش انه يتصرف اي تصرف متهور ويندم عليه بعد كده. ويمشي بعيد عنهم ويبقى الحظ لصالحه وبينجح انه يهرب من القبيله اكل اللحوم دول. ومجرد اللي هو بيبعد عنهم وبيكتشف انهم قتل 2 منهم. ومش بس كده، ده كمان علم عليهم وقطع رؤوسهم وعلقهم في سيخ حديد. وبمجرد ما الزعيم بيشوف المنظر ده بيتجنن ويبعت مجموعه ورا ريكو عشان يمسكوه، ويبقى في كميه غضب لدرجه ان هو بيؤمر المجموعه اللي بعتها يقلبوا الجزيره كلها وما يرجعوش الا بريكو معاهم. وفعلا بيطلعوا عشان يدوروا عليه في كل مكان على الجزيره وخصوصا على الشط، وده لانهم يبقوا واثقين انه هيحاول يهرب منهم عن طريق البحر، لكن مش بيلاقوا له اي اثر وكانه فص ملح وداب. وبالرغم من انهم مش لاقيينه لكنهم بيقرروا يفضلوا يدوروا عليه. المهم اللي الزعيم ما يغضبش منهم وبيرجعوا يدوروا جوه الجزيره. وفي اثناء ما هم بيدوروا عليه ريكو بيجي وراهم وبيهاجم اول واحد فيهم وبيلف راسه 360 درجه يا عزيزي عشان يكون موت اول واحد منهم. وبنعرف اللي هو وحش جبار ما بيستناش اي حد يقرب منه، ولما التاني بيشوفه بيحاول يهجم عليه يمسكه بسرعه قبل ما الباقي يحسوا بيه، وبيكتم نفسه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله. وبيروح يستخبى تاني وبيستنى الوقت المناسب، واول ما بيحس انها اللحظه المناسبه للهجوم بيهاجم باقي المجموعه وبطريقه احترافيه بيخلص على عدد كبير منهم، وكانه كان عامل خطه انه يستدرجهم ويخليهم يطلعوا بره المكان بتاعهم علشان وقتها يقدر يقتل واحد ورا التاني منهم شبه الكلاب بالظبط. وده اللي هو عمله ده بيخلي الناس اللي لسه عايشه في حاله رعب، مش بيبقوا فاهمين الهجوم بيجي منين ولا ازاي. والوضع بيتغير خلال دقايق، وبعد ما كان هو اللي بيهرب منهم هم اللي بيخافوا منه وبيهربوا منه زي ما الكلاب بتهرب بالظبط. لكن بالرغم من محاولتهم ريكو بيخلص عليهم كلهم. لما بيرجعوا انهم يبحثوا عن الافراد اللي راحت بيعرفوا ساعتها اللي حصل فيهم، وقتها بيتجنوا لان بالشكل ده ريكو بيهدد قبيلتهم كلهم. وبيقول الزعيم دي مش مجرد واحد كنا نتعشى بيه، ده بيقتل فينا بشكل مرعب. والمره دي بيبعت مجموعه اكبر واكبر من اللي فاتت، وبيبقى مفكر لما يزيد عددهم هيقدر عليه. معرفش اللي احنا معانا وحش جبار محدش ينهض يهزمه. لكن بالرغم من عددهم بيقف ريكو في وشهم اسد بكل شجاعه وبيهاجم برغم ان في فرق عدد شاسع ما بينهم. وزي ما عمل في المجموعه اللي قبلهم هيعمل معاهم كمان واوسع، ومش بيفضل منهم اي حد غير واحد بس، وبيبقى ده نفس الشخص اللي عطاله اكل قبل كده وقال له ما تخافش ده مش هسممك. لكن لما شاف اللي حصل قال جواه يا ريتني كنت سممته. وقتها بيبدا يرجع لورا وهو مرعوب ويبقى عاوز يهرب باي طريقه من ريكو عشان ما يقتلوش، وبيستغل اللي ريكو مشغول بيقتل باقي افراد المجموعه وبيهرب منه بسرعه. ولما بيرجع للقبيله للزعيم بيساله لو كان لقى ريكو، فبيقول لا يا ريس ده هو اللي لقانا وعامل مننا صينيه بطاطس. وهنا بقى الزعيم بيستغرب وبيساله عن قصده، فبيقول له ده وحش جبار مش بني ادم عادي لا، ومتاكد ان هو مش هيمشي من على الجزيره ديت قبل ما يخلص علينا كلنا. فالزعيم بيقول له يبقى انت حمار، فبيقوم قال له لا
أنا متأكد إنه مش هيمشي من على الجزيرة قبل ما يخلص علينا كلنا. وبيتكلم الزعيم من اللي هو بيسمعه، ومش بيبقى متقبل فكرة حقيقي إن في حد أقوى منه، وبيقرر إن هو يخلص على ريكو مهما كان الثمن. وفجأة بيشوف دخان جاي من مكان قريب منه، فبيفهمه ان ريكو موجود هناك، وبياخد بقى افراد القبيله كلهم ويطلع بسرعه على المكان ده. ولما بيوصل هناك بيلاقي خشب والع بسبب ريكو، بس ريكو ما بيكونش هناك. فبيتعصب الزعيم لان ريكو بيلعب بيهم، وفجاه ريكو بيظهر وبيبص للزعيم واللي معاه بنظره تحدي. يفهم الزعيم من نظرته ان ريكو ان هو بيقول له انا جيت عشان اطلع القديم والجديد عليه، انا اللي هاخد طار كل المساجين اللي اتقتلوا من سنين. والخوف بيدخل قلوبهم كلهم واولهم الزعيم، وبيحس فعلا ان هو قدام وحش جبار بيقول لرجالته الهجوم عليه. وبيبقى من جواه عارف انهم لو فشلوا يقتلوه ريكو معناها اللي هو هيخلص عليهم كلهم. المهم اللي افراد القبيله بيروحوا عشان يهجموا عليه، لكن ريكو ولا بيفرق معاه يمين ولا شمال ولا عدد ولا اي حاجه، ولا بيتهز حتى من مكانه. يبدا الضرب فيهم، ضربه يمين ضربه شمال، والسيف شغال في خلال دقايق بيخلص على عدد كبير منهم، وبيقعوا جثث هامده على الارض. كل ده هو واقف عنتيل في مكانه وهم اللي بيقربوا منه، لكن بعد اللي عملوا دول بيترعبوا وبيفكروا انهم يرجعوا، ولو خوفهم من الزعيم كان طلعوا. وبيحس ريكو من وقفتهم مكانهم انهم خلاص اتهز ثقتهم في نفسهم، فعلى طول بيحس ان ده الوقت المميز بتاعه وبياخد فرصته على طول. وبنشوف اللي هو طلع يجري اتجاههم بسرعه، والسيف اللي في ايده نازل تقطيع فيهم ومش رايحم ولا واحد فيهم، وزي ما عمل في قبلهم بيعمل فيهم واكتر. وكمان سيفه بيغرق دم افراد القبيله. كل ده والزعيم واقف بيتفرج، وما كانش عنده الشجاعه اللي تخليه يحارب ريكو، بس برضه مش قادر يهرب لانه لو عمل كده صورته هتتدمر قدام الكل. وبيقول خلاص دلوقتي ان اطلع الورقه الربحانه بتاعتي، ويبقى قصده شويه المجانين اللي مخبيهم للاخر، وبيدوهم امر اللي هم خلاص اتجهوا ويهاجموا. بس المره دي الاشخاص دول بيكونوا مختلفين عن كل مره، حرفيا مجانين بمعنى الكلمه، سرعتهم مش طبيعيه، بيهجموا وبيهربوا في نفس الثانيه، ولما بيهربوا ريكو مش بيقدر يمسكهم. وهنا بقى ريكو بيقع على الارض من كتر التعب، وبيلاقي نفسه محاط بمجموعه مجانين بيهاجموه كانهم ثعالب، لكن هيقدروا يعملوا معاه حاجه؟ ده اللي هنشوفه. وساعتها بيقول جواه حتى لو كانوا ثعالب انا اللي هخلص عليهم، وبيجمع كل قوته وبيهاكم واحد ورا التاني، واي حد كان بيجي على المسان هيتران، والشخص اللي بيحاول يمسكه بيحط السيف في نص دماغه وبيخلص عليه. وفجاه واحد من المجانين دمت بيزق ريكو وهو في قمه غضبه، بيقعد جنب صديقه اللي ريكو حط السيف في نص راسه وبيعيط عليه، وخلال ثواني بيرفع راسه ويبص لريكو بغضب مش عادي، وبيهاجمه بطريقه مجنونه عشان ينجح في انه يخلص عليه. لكن ريكو بيبقى خلاص فهم حركاتهم وبيتوقع كل تحركاته، عشان كده بينجح ان هو يهزمهم بسهوله في خلال دقايق، وريكو بيكون خلص عليهم. وهنا بقى الخوف اللي جوه الزعيم بيزيد، وبيراقب كل اللي بيحصل، وهو هيعمل حمام على نفسه من كتر الخوف. بيقف جنب الشخص اللي قال على ريكو وحش جبار، وبيقول له مش قلت لك انه فعلا وحش جبار ونهايتنا كلها هتبقى على ايده؟ وبيرد الزعيم وبيقول له هو في قمه غضبه، بيقول له ده وحش جبار ولا مش وحش جبار، المهم اللي هو يموت. روح دلوقتي يلا وحاربه وخلص عليه، وريني قوتك بقى، مش عاوزك ترجع الا لو انت جايب راسه على ايدك. وفعلا بيروح لريكو لكن مش بيحاربه، بيقعد يتكلم معاه بنظره اعجاب، وبيقول له بمجرد ما شفتك وانا بديلك الاكل كنت حاسس انك مختلف، ومجرد ما بصيت لك ان انت مش شبه اي بني ادم مسكناه قبل كده، والصراحه انا حاسس بالفخر ان احارب مقاتل قوي زيك. وبيقرب منه وبيبدا يهاجمه، وبنلاحظ ان هو خفيف في حركته، وفي حركه من حركاته كنا خلاص هنقول على ريكو يا رحمن يا رحيم. وحرفيا المعركه الوحيده بينهم هي اللي بتطول، لان كل اللي قبل كده ما كانوش بياخدوا غلوه في ايد ريكو، المعركه اللي بتشد بينهم اكتر واكتر. لكن خلال دقايق ريكو بيكون هزمه وبيبص له بنظره انتصار، وبيقول له دلوقتي انك تحصل اللي قبلك، وهوبا بيطير راسه من مكانها. ومجرد ما ريكو بيقتله بيحس بسعاده مش طبيعيه، وبيبص للزعيم وبيبقى الزعيم مرعوب منه، لكن بيحاول يداري خوفه ويشاور ريكو عشان يقرب منه، وكانه يعني ولا همه كده ولا اي حاجه. وكل ما ريكو يقرب منه نظره الخوف بتبان في عينيه، ويبدا المعركه ما بينهم هما الاثنين. وبيحاول الزعيم بكل الطرق انه يهزم ريكو، وبيحصل ما بينهم معركه دمار كلها هجوم وشراره. وبين
وبينجح ريكو في الاخر ان هو يجرح الزعيم جرح بسيط، والزعيم بيبص له بنظره مرعبه وبيشوف دمه وكانه بيقول لريكو ده انا هشرب من دمك اللي هينزل. تخيل جرح عمل فيه كده وقام قال له تعالى بقى يا حلو، ويبدا المعركه القويه ما بينهم، وبينجح الزعيم انه يوقع ريكو على الارض وبيرفع السلاح وكان خلاص هيخلص عليه. بس هل الكلام ده هيحصل؟ وبيشوف مراته قدامه وبيقرر ان هو لازم يهزم الزعيم عشان خاطر يرجع لها هي واولاده، وبيجمع كل شجاعته وبيزق الزعيم بعيد عنه وبيهاجم بكل قوته، وفي لحظه مرعبه بيعدي السيف في نص راسه وبيمشي بانتصار بعد ما خلص على قبيله كامله من اكلي لحوم البشر. وبيقعد ريكو يرتاح وهو حاسس بسعاده مش طبيعيه، بالرغم من اللي حصل كان قاسي جدا وتجربه مرعبه بالنسبه له، لكنه في نفس الوقت ده خدمته لانه رجع له الرغبه في الحياه. وبيقرر ريكو ان هو لازم يرجع لاهله باي طريقه، ويبص للحياه بنظره امل، وبيقرر انه يحاول لحد ما يلاقي طريقه للرجوع. بس كده وصلنا لما لاخر فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش اللايك الجميل والاشتراك الاجمل بتاعك، قولي لو عاوزني اعمل لك اي فيديو تاني في التعليقات، واشوفك الفيديو الجاي وسلام.